ونتقدم بالتقدير العميق من الإخوة الوسطاء في جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، ومن شاركنا الدم والمعركة من أمتنا في اليمن ولبنان. السلام عليكم. السيد خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحماس بقطر. أولا، لا يبدو عليك أي مظهر من مظاهر الجهاد اللي راك تتكلم عليه، ولا يبدو أنك تعرضت للتجويع اللي تعرضوا له إخواننا في غزة. يعني من خلال الجسم نتاعك لربما تزن أكثر من قنطار، وهذا ما يدل على أنك حيوان لاحم. أما إخواننا في غزة كانوا يشتاقون في بعض الأحيان لشربة ماء، ولربما التصريحات نتاعك لا ترضيهم وتتكلم بالنيابة عنهم. الدولة الجزائرية لا تحتاج جزاء ولا شكورا، جزاؤنا عند الله عز وجل. وإن شاء الله الدولة الجزائرية تبقى ثابتة على المواقف نتاعها، واللي من خلالها كسبت احترام الدول القوية التي تتابع عليكم. يعني التصريح نتاعك مقارنة مع الاحترام اللي كسبته الدولة الجزائرية من طرف الدول التي تتابع عليكم لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يؤخذ بعين الاعتبار. لكم خوتي الجزائريين، جيت نتكلم في واحد النقطة خوتنا ضرتني بزاف، ضرتني أنا كجزائري، وجعتني والله العظيم خوتي. وأنا ماشيش ندير بكائيات أنا هذه، وأنا ما على باليش بها كاع، أنا والله ما على بالي بها. أنا الأخر من الناس محلى فراقو ما على باليش بهم كاع، أنا بكل الدول ما على باليش بها. أنا تحيا بلادي ويحيا بخوتي الجزائريين وتحبس تما. أنا هذه ديتها قاعدة ملي دخلت مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح أنه نحن إخوة في الإسلام، رانا اخوة في الاسلام، كل واحد يحكم بلاده خويا العزيز، كل واحد ينافيكي زمانه في بلاده. من الاخر انا نطور بلادي وانت طور بلادك، ما تقول لي لا احنا خوا وتجي عندي انايا دير لي انا غير الامور العيانه والطاقه السلبيه تاعك والغائط نتاعك. على اي خوتنا، جيت نتكلم على القضيه الفلسطينيه. القضيه الفلسطينيه خوتنا بسببها يعني صراحه العشريه السوداء اندارت، باش نكونوا واضحين. لانه يعني تاسيس الدوله الفلسطينيه كان في الجزائر سنه 88. من وراها راكم على بالكم باللي العالم كامل واجهنا ودارنا هذيك الفاجعه اللي عقبنا فيها 20 سنه ورجعنا 500 سنه للور، والحمد لله تداركنا انفسنا ورانا لاباس وفيها خير. وجعتني خوتنا انه بعد الحرب هذه اللي شفناها بانه خلصت على خوتنا الغزاويين، والحمد لله انها خلصت. يعني ما كانش غزاوي هكذا مسؤول تكلم وقال بانه الجزائر كان لها الفضل في الامم المتحده وبلسان بن جامع، انه كان يواجه الكيان يعني مباشره في هذا المؤتمر هذا. في كل اجتماع كان الجزائر كان عليها انها تجبد القضيه الفلسطينيه. ولما توقفت الحرب حكموا التاليه كما نقولوا احنا بالجزائريه، شافوا غير شكون اللي داروا الوساطه، اللي هي مصر اللي عندها علاقات مباشره مع الكيان، قطر اللي عندها علاقات مباشره ايضا مع الكيان، وامريكا. وخرجوا كاع المسائل اللي يشكروا فيه، وشكروا حتى لبنان وشكروا حتى اليمن وشكروا اليمن الوحيده اللي تستاهل انها تشكر، لانها كانت يعني تحارب قلبا وقالبا وحطمت بلادها على جال فلسطين. ولكن ما ماركيتوش خوتي احنا الجزائريين باللي دائما ما نبانوك شغل بلا مزيتنا. اناش قوادين كاع، صحاش كيمتنا مع اي بلد ده يا ودي، مع اي بلد. هذه الجاره اللي قدامنا، الجاره اللي قدامنا تستقبل في السفن، بعثت جيش، بعثت ممرضين، دعمت الكيان، شرت عليه ساتيليت بواحد مليار، وحنايا ما جبدوناش معاهم عادي، زعما نورمال عادي نورمال، يعني بكل وقاحة وسذاجة. ما علي إلا أن أقول حسبي الله ونعم الوكيل. أنا ما جيتش نبكي هنايا، أنا والله ما جيت نبكي، حنا الخير نديروه لوجه الله تعالى، ولكن الكلمة الطيبة تزيدنا ثقة في النفس، وتزيدنا موعظة، وتزيدنا أخوة، وتزيدنا يعني ثبات على هذه القضية. ولكن أتمنى كما يتمنى الناس اللي راهم معايا في طريقي أنه الجزائر أولا عندنا أمور حابين نطوروها. كفانا
من بعض القضايا اللي لربما انا نشوف فيها ما يعني ماشي شرط نمد الفلوس يا اخي الكريم، ندعمك خويا بصح ماشي بالفلوس. هذه هي اللي راني نشوف فيها انايا كجزائريه. وتحيه الجزائر، تحياتنا. دوكا لو كان جيت من الجزائر نعطيها بكيه، نبكي 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 نبكي، ونزيد نبكي 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 نبكي، ونزيد نبكي ثاني نبكي نبكي، المهم نبكي مليح، وما نمسح هذيك البكيه نمسحها، وما ديروا في حسابكم عربي عربي في دي الدنيا مسكين ندخل روحي فيه، حتى القضيه تاع غزه ونجبد روحي منها، نجبد روحي، خاطر كنا اول بلاد احترفت بفلسطين ومنها من الجزائر. الطيران الاسرائيلي في ديك الضربه يدور لهنا وما قدروش يضربوا الجزائر منا، ومورانا اعترفت 40 دوله ثانيك مورانا بواحد الشهرين. يعني الفتوحات تاع الاعتراف بدوله فلسطين احنا اللي درناه هكا، وما الحق 150 دوله، ما داكم شفتوا اخر مره فرنسا اسبانيا استراليا كندا وهو شفتوهم، يعني احنا اللي بدينا الفتوحات. عطاف وبن جماعكم شفتوهم في مجلس الامن في الامم المتحده قلبهم مخرج، حتى نمو يطلوا لهم هذه النوبل اللي طوها الفنزويليه هذه نمو يطوها لهم اليوم، قلبهم مخرج. تعبنا ودرنا مشاكل مع اسرائيل ومع دول عربيه، ونتقدم بالتقدير العميق من الإخوة الوسطاء. او ذكر خليل الحيه، ذكر دول عربيه وذكر منهم تركيا، وكاين دول عربيه اللي ذكرهم احنا متاكدين ونعرفوهم مليح انهم خونه، ذكرهم زاد ذكر معاهم تركيا. الجزائر ماشي متكرهاش، الجزائر شغل ما يعرفهاش، ما تعرفهاش غير كيما لا يمنيكم لهنا عندنا لهنا في الجزائر. ياك قطر وما ادراك ما قطر، على جال زوج برك بالحماس ضربوهم بالطيارات. احنا لا يمنيكم كومبلي وتبون هكا قبض لكم يديكم وكذا نسيتو. كيف ما تعرفش الجزائر؟ ما تعرفهاش سيريو؟ معليش ما تعرفش الجزائر صح. بوتين ثاني كهدر، بوتين وما يعرف الجزائر، بوتين هدر ذكر دول عربيه تركيا، الجزائر ما يعرفهاش ما عرفها. بون كونشنير ويتكوف كذا لي زاميريكان ملول ما عندناش معاهم، خلينا منهم ما نهضرش عليهم. الدول العربيه كاع هضروا، ولا واحد فيهم جبد الجزائر، ولا واحد. زيد نعمركم راسكم زيد، حتى الشعب الغزاوي كي كانوا يهضروا معاهم مع ديك الفرحه كذا، هضروا داروا لي فيديو ثاني شكروا دول عربيه ومنهم الجزائر والله واحد فيهم ما ذكر. المصريين هم الوحيدين في العرب اللي وقفوا معانا. انا كنت من الجزائر خلاص، عندنا الحداده تاعنا بلادنا. عاشت ام الدنيا، عاشت مصر، عاش ما تعرفني السيسي. ما نعرفك، انتم اصلا ما عندكم تكنولوجيا متقدمه. قطاع غزة بنقول يحيى عبد الفتاح السيسي وتحيا مصر. ما عندكم والو، ما عندنا ما نديرو بكم، بالعكس احنا شمال افريقيا مقابلين الدول الاوروبيه، يعني الدول المتقدمه هذوك هما اللي نمو نحتكوا معاهم باش عظيم الشعب العربي. انتم ما عندنا ما نديرو بكم، حتى البترول ما نبيعوكمش ليكم، نبيعوا لهم ليهم. انتم واش نديرو بكم؟ ما عندنا ما نديرو بكم. السلام عليكم. ما الدرس هذا الدرس يقعد للجزائر زوابي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله. وصلتني بزاف رسائل في الخاص بخصوص هذا التصريحات لهذا القيادة الفلسطينية، والشعب الجزائري يتألم في صمت، يتوجع كيف لم يتم ذكر الجزائر أو شكر الجزائر، رغم أنه الجزائر وقفت مع فلسطين، ورغم أنه عمار بن جامع سكناه في الأمم المتحدة غير على جال القضية هذه. المهم الشعب الجزائري يتألم في صمت. وش تحبني نقول لك؟ أنا نقول لك تستاهل أيها الشعب الجزائري. عباكش اللي غلطني البارح، أنا اللي غلطني البارح لعبت الجزائر مع الصومال الملعب الأعلام الفلسطينية أكثر من العالم الجزائري. دين الرب شيء يوجع. على كل حال الراية الجزائرية لا تعلى عليها إلا راية الإسلام فقط، بالنسبة لي هذا. أما بالنسبة للشعب الجزائري، الشعب الجزائري يستاهل. طيب شو مشكلة الشعب الجزائري؟ مشكلة الشعب الجزائري أنه شعب عاطفي حنين،
ما تخلعكش الكاريزما من برا، داخل حنين. على كل حال تعودنا والفنا. أما بالنسبة للتصريحات لهذا القيادي، هي تصريحات دبلوماسية تم مدح فيها دولتين حدوديتين مثل الأردن ومصر، لأنهم يفكروا في فتح المعابر وإدخال المساعدات، وتم ذكر السعودية يحوسوا على التيكي أسوارد، اليمن المسكينة اللي دخلت في حرب على جالهم لم يتم حتى ذكرها. على كل حال أنا يا حبيت نقول لهذا القيادي ولا هذا صاحب التصريح البولحية هذا، شوف الاستقلال أيها القيادي الفلسطيني يجي بالدم. الجزائر في 8 سنوات مدت 1.5 مليون شهيد، بلادك في 80 سنة مدت 500,000 وردها عليه. السلام عليكم.